السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، ولقاكم هذا الفيديو في احسن حال. اول شيء كنشكر الناس اللي دخلوا عندي القناه ديالي، والناس القدام اللي معايا من زمان كنشكرهم بزاف، وكنتمنى لهم التوفيق جميعا. الله يوفقنا جميعا يا ربي. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم واحد الشوربه اللي هي شوربه كريميه وكتجي لذيذه بزاف، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. هنا بسم الله توكلنا على الله. خديت واحد طريفه تاع الزبده، تقريبا 2 معالق كبار تاع الزبده، غنسيحهم مزيان في القدر، ومن بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم نضيف عليهم اللي هو دقيق ابيض. الدقيق الابيض لازم يكون منخول. اول شيء يكون منخول باش ما الا كانت فيه شي حاجه ولا هذه ما تنزلش لنا في الشوربه. هنا ما عرفت فين مشيت نقلب على شي حاجه نجيبها، خليت التليفون شغال، مشيت نجيب مصفايه باش ندخل فيها الدقيق. المهم انا رجعت جبت المصفايه وجيت. نخلو الدقيق مزيان مع الزبده ونخليوه يتحمص. ضروري الدقيق ياخذ واحد اللون بني، وتطلع ديك الريحه ديال الدقيق بحال شكل الريحه ديال الشاميه. تعقلوا على الشاميه، بحال الريحه تاع الشاميه. ضروري الدقيق يتحمص مع الزبده. وغنضيف واحد تقريبا واحد شويه الزيت عادي ديال الطبخ مع المكونات باش ما تحرقش ليا هذيك الزبده. وهنا عندي الفلفل الوان على حسب المتوفر عندكم في الدار، قطعوها طريفات صغار، ما تكونش كبيره بزاف، باش نضيفوها على المكونات. شكرا لكم، شكرا على دعمكم وعلى التواصل ديالكم. كنشكر الناس اللي ما عندهمش القنوات، ديما كنقولها وكنعاودها، الناس اللي ما عندهمش قنوات وكيتفرجوا في القناه ديالي جزاهم الله خير، والناس اللي عندهم القنوات وكيتفرجوا ليا بصدق جزاهم الله خير، والله يوفقنا جميعا يا ربي، وكل واحد الله يوصلوا لداكشي اللي كيتمنى ان شاء الله يا رب. هنا ضفت واحد شويه تاع زيت عادي ديال الطبخ، وغنحمص هذاك الدقيق مزيان. كيف ما قلت لكم في الاول ضروري خاصو يتحمص باش الشوربه ديالنا تجينا مزيانه وتجينا مذاق ديالها زوين. غنضيف اللي هو المكعب الماجي او لا مهم ولا دامة بنة، كل واحد وكيفاش كيسميه. غنضيف واحد الربعه لاني ما غنستعملش الملح بصفه نهائيه، وما غنستعمل حتى حاجه من البهارات، فقط الدقيق والزبده وشويه زيت مع اللي هو المكعب ماجي. مكعب ماجي راه كيعطي واحد اللذه زوينه للشوربات، واخا كيقول لك هو ماشي صحي ولا هادي، وحنا راه ما نستغناوش عليه الصراحه. واخا يقولوا لنا ماشي صحي ما غاديش نستغناو عليه، ضروري كنحطوه في الشوربات ديالنا حتى يقطعوه علينا من السوق، عاد ما نبقاوش نحطوه. مادام متوفر في السوق وكاين غنطبخوا به. المهم غنوجدوا الشوربات ديالنا وانتم معايا ان شاء الله. هنا صافي الدقيقه هو تحمص، غنضيف عليه اللي هي الذره، لان هذه الشوربه اصلها شوربه الذره، كتسمى شوربه الذره. هي بصراحه كتجي لذيذه بزاف. بالنسبه للفطور بالاخص في هذه الايامات البرد، توجدوا على الفطور للصباح لوليداتكم اولا في العشيه بحال ما هكا العشاء. هنا داك الفلفل اللي قطعت طريفات صغار غنضيفهم حتى هما مع مع الذره ومع الدقيق والزبده. ومن بعد غنضيف الماء يكون حار، ضروري الماء يكون طيب ما يكونش بارد، ونخليو المكونات مع بعض كاملين فوق النار. تقريبا كتاخد ديك نص ساعه على النار باش ما تجيكمش خفيفه بزاف. ضروري ديروا القياس تاع الماء، ما تكثروش الماء كثير بزاف وتجيكم خفيفه. هي في الاول غتبان لكم خفيفه، ولكن ما حدا كتطبخ وهي كتقال حتى كتحصلوا على القوام اللي كتبغيو. كاينين الناس اللي كيبغيو الشوربه خفيفه، وكاين الناس اللي كيبغوها تكون ثقيله. المهم هادو هما المكونات اللي كنضيفو لهاد الشوربه هادي. وكاين مكون ثاني ان شاء الله تا هو غادا نزيدو، اللي هو الزعتر. ضروري كنحط فيها شويه الزعتر مفروك، كيعطي واحد اللذه زوينه، واحد النسمه حتى هي زوينه. صافي وكنخليها على النار حتى كنحس بها صافي غدا طيب. المكونات ديالها بسرعه طيب، الفلفل والذره بسرعه. من بعد كنزيد واحد كاس ديال كريمه الطبخ، كاسه اللي متوفر عنده، اللي ما متوفراش ماشي بالضروري، غير هو كيعطي واحد اللذه زوينه. ونخليها على النار
يعني المده كامله كتاخد نص ساعه، نص ساعه كتكون جاهزه صافي. كنتمنى الفيديو هذا يعجبكم، ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم على دعمكم وعلى التتبع ديالكم. نشوفكم فيديو اخر ان شاء الله. الشوربه ديالنا وجدت باش نحطها لهم الفطور يفطروا بها الصباح. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله وتردوا عليا في التعاليق. انا متاكده غادا تعجبكم، الا جربتوها غتعجبكم لان كتجي لذيذه بزاف. هذا هو القوام تاعها. دابا راه باقا خفيفه شويه، ما حدا كتبرد وهي كتقعل. نشوفكم بخير وعلى خير في فيديو قادم ان شاء الله. انا كن كن كنقدمها مع الخبز اللي هو الخبز محمص اللي شاركته معكم هذيك المره، اللي هو العيش اللبناني او العيش الخفيف. كنقليه في الزيت كيولي بحال ما هذا الشكل، وكنقدمه مع الشوربه ديالنا. كيجي لذيذ مع ديك القرمشه وديك اللذه تاع الشوربه. ما شاء الله تبارك الرحمن، فطور معتبر مع البرد كيدفي. نشوفكم بخير وعلى خير، مع السلامه. الفيديو قادم ان شاء الله.